بقول لك، مش الاهلي ادى الاستغنى لاحمد طعيمه؟ مين احمد طعيمه ده؟ احمد طعيمه يا ابني الناشئ بتاع الاهلي اللي لعب مباريات الدوري اللي فاتت دي. استنى، اوعى تكون قصدك الواد الابيضاني ابو طويله ده. ايوه، هو ده بيضرب بيوم يا عم. بيومي نص الملعب ده الواد ده اصلا انا كنت بقول عليه خليفه حسام غالي. الاهلي اداله استغنى ازاي؟ ما طلعوش عاره ليه طيب يعني؟ ولا طلعوا عرق ولا عملوا اي حاجه. هما النهارده طلع قرار ان الواد خد الاستغنى، ويا عيني الواد بيقول كان جاي له عروض من اوروبا ومش عارف ايه او ما حتى ملحقش يعمل حاجه. طب استنى بس والنبي كده سؤال تاني يعني، ومحمد عبد الله ايه اخباره؟ مفيش كلام عن محمد عبد الله، بس الخمسه اللي اتأيدوا تحت السن تقريبا برضه محمد عبد الله مشيه. اوعى تقول لي محمد عبد الله كمان هو هياخد الاستغنى. والله شكله كمان هو جاي كده. انا نفسي افهم بجد، الاداره الفنيه في الاهلي دي مين اللي بيرتب لها؟ يعني احنا رئيس مجلس اداره النادي بتاعنا الخطيب، احسن واحد لعب كوره، اعظم واحد، الاسطوره بتاعنا. اللي بيفكروا دول بيفكروا ازاي؟ يا عم عادي يا عم، ممكن يكونوا اتزرعوا ولا حاجه، مش لاقيين مكان للناشئين، والاعراض تقريبا بيقولوا بقت 6 بس وحوار كده. يا سيدي ماشي، بس انا على الاقل اعرف اقيم مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. اختار ازاي اللعيبه اللي من النوعيه دي؟ انت عارف طعيمه ده الولد ده اول مباراه لعبها لعب في دقيقه 85 تقريبا، خد 5 دقائق بالظبط. محمد عبد الله لعب وكذا لعيب يعني. اكتر واحد علق مع الناس هو طعيمه ده. لعيب رايق، بيلعب الكرة كده بشخصية، دماغه حلوة، كورته سهلة، بيعمل سكان، بيقدر بمنتهى البساطة يباصي بسهولة ويسر، مش عارف ايه يعني. ليه استغنى؟ طب ما طلعه عار. يا سيدي بيقولوا لك كولر عايز اللاعب الجاهز. يا عم احنا نضحك على بعض، هو كولر جابوا له حد من اللي هو طلبه؟ ده احنا لينا 3 شهور عمالين نلف دواير حوالين بالرمضان، وهو ده الطلب الوحيد والاساسي. وقال عايز جناح، محدش جاب له جناح. وقال عايز مهاجم، محدش جاب له مهاجم. والسكواد بتاعنا نقص ما زادش. يعني احنا داخلين على اهم معمعة في تاريخ حياتنا، وفي الاخر خالص جايبين نعوض اللي باقي، ويا ريتنا عوضنا اللي مشي. ما جبناش الجديد وما عوضناش اللي راح. طب انت يعني من وجهة نظرك الاهلي يعمل ايه في الوضع اللي هو فيه ده، وازاي موضوع الناشئين ده؟ يا سيدي انا قلت لك الناشئين بتوعنا دول كان عندنا جواهر ضيعناها بنفس الطريقة العقيمة بتاع كل مرة. بمنتهى الاختصار، يكون في عين في الناشئين تختار اللعيبة اللي تطلع فوق، تختار اللعيبة اللي تيجي الاهلي اصلا. يعني ما تدخلش في الناشئين بتوعك الا العتاولة. وبعد كده الناس اللي انت مستبشر بيهم خير، لازم حل من الاتنين. يا تبقى انت بتاخد الريسك ويوفر عليك لعيب بملايين هتشتريه من بره، زي ما عملت كده الفتره اللي طلع معاك تريزيجيه ورمضان صبحي وكل من على شاكلته، وقبلها كان عفروتو واحمد شكري وغيره وغيره وغيره. يا اما تبقى شاطر في الاعاره. لا فهمها لي بقى، يعني ايه ابقى شاطر في الاعاره؟ هو مش اي حاجه اعاره خلاص يعني هوديه الفريق يلعب؟ هوديه الفريق اعاره يعني طبيعي اعاره، يعني ايه بقى شطاره الاعاره؟ هقول لك يا سيدي، احنا عندنا كارثه بتتعمل كل مره، ان احنا ما بنعرفش نختار الفريق اللي بنطلع اللاعب بتاعنا في اعاره. فاغلب اللعيبه بتاعتنا بتخرج تروح نادي، زي ما عملنا مع شادي رضوان في البنك الاهلي. انت متخيل يا مؤمن ان شادي رضوان ده كان مختارينه من ضمن افضل 100 ناشئ؟ وديناه فين؟ وديناه البنك الاهلي. البنك الاهلي ده فريق ماله بقى البنك الاهلي؟ ما فريق جامد ومعاه فلوس وكل حاجه والدنيا زي الفل. حلو قوي، جامد ومعاه فلوس والدنيا زي الفل، ولامم اللعيبه اللي وقعت من الانديه الكبيره وصرف عليهم، وما اداش للواد بتاعنا فرصه بربع جنيه انه يلعب. ايه اللي حصل؟ سنه ما لمسش فيها كوره، ويجي بعدها السنه الثانيه مش اجيبه عندي ولا اوديه مكان تاني، لا فضلت مجدد له الاعاره لحد ما الواد انتهى. وغيره بقى فوزي الحناوي وغيره. برضه ما فهمتنيش المفروض الاهلي يعمل ايه؟ اولا لازم اكون مقتنع ان اللعيب اللي انا بطلعه اعاره ده اختار له المكان الصح اللي يروح فيه فيلعب ويتألق ويرجع لي على الجاهز. زي ما كده ربنا كرمنا وبالصدفه البحته مع محمد عبد المنعم، اللي لولا الكروش ما كنتش هستفيد منه، يمكن ما كانش لعب خالص. ويا اما اشرط على النادي اللي انا هوديه نسبه مشاركه، اقول كده بالنص هتاخد اللعيب بتاعي ده اللعيب ده يعني فلذة كبد يا اخويا، اللعيب ده لازم احط له نسبه مشاركه. لو ما لعبش بالنسبه اللي انا محددها لك، يبقى في العقد ان انا ضامن جدا ان انا ارجع اللعيب في اي وقت. كده اضمن ان اللعيب بتاعي هيلعب، واللاعب يبقى اللعيب عارف انه رايح يلعب عشان يرجع الاهلي. لكن اللي بيحصل ده حقيقي حرام. طب وانت ايه مشكلتك مع الاسترن بتاعت بيومي او طعيمه اللي احنا بنتكلم عليه ده؟
او مشكلتك مع الناشئين دول؟ يا سيدي انا لا شفنا اللعيبه دي في اخر 4 مباريات كلهم لعيبه كويسه، بس في 3 منهم ما ينفعش لا يخرجوا اعاره ولا ما يطلعوش الفريق الاول، لازم يطلعوا الفريق الاول. محمود خضر اللي في نص الملعب ده، ولا خضير مش فاكر الاسم بالظبط، لعيب 6 كده محترم. وهبيوم اللي انا مشيته ده لحد دلوقتي انا مش عارف انا مشيته ليه. ومحمد عبد الله الجناح، محمد عبد الله ده خدها مني، لو خد فرصه هيوفر عليا كتير جدا وهيبقى لعيب ده احسن من بيرسي تاو لو خد فرصه. طب هم دلوقتي ما عملوش كده ليه؟ ما انا بقول لك التفكير في الاهلي بجد حاجه غريبه. يعني انا لحد دلوقتي مش مستوعب يعني ايه تدي لاعب زي ده وانت شايف والدنيا كلها شايفه ان هو لاعب واعد. يا سيدي لو ما طلعتوش الفرقه الاولانيه اديه اعاره، طلعه اعاره. ليه تديله استغنى وارجع بعد كده اشتريه بملايين؟ يعني انت لو تفتكر انت عملت كده بالظبط مع مؤمن زكريا وكهربا، بس على الاقل دول ظروفهم كان عندك عتاوله في الفريق، انما انت سكوادك محتاجهم. طب وايه الحل يعني؟ صدقني لو مشوا بالسيستم ده هتفضل الدنيا بالعك ده مش هتتغير. لازم قطاع الناشئين بتاعك ده يحصل فيه تغييرات جذريه. لازم تجيب مدرب كبير يدرب القطاع ويمشي بنفس السيناريو اللي بتشتغل بيه الفرقه اللي فوق. لازم تجيب ناس عندها رؤيه. يعني انا فكره كابتن بدر رجب دي فكره بالنسبه لي كانت رائعه، وانا عارف ان احنا هنحصد النتاج بتاعها كمان 2 3 لكن ما ينفعش افرط في لعيبتي بالطريقه دي. الموضوع بقى زاد عن حده وخساره فادحه. والله انا زعلان على الولد اللي اسمه طعيمه ده جدا، ويا رب ما يكونش محمد عبد الله هيحصله ان ده جناح جامد جدا. يا رب الاداره بتاعتنا تستوعب انها عندها كنوز ممكن تستفيد منها جدا، يا رب.